محاولتين انتحار؟ محاولتين انتحار، وحالة نفسية صارت عندي بكابة، قلت عزلت على البشر كله. يعني فوق فلوسي تعطي فلوس. تزوجها بطريقة وهمية بعد عملية اصطياد محترفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تكبره ب25 عاما. واني انعجبت بيك وجبتك انسانه راقيه، وقلت له انت عرفت من عندي من خلال الصوره. المهم قام يوميا يتراسل وياي، وين رحتي وين جيتي؟ قال لي احسن ما نفتر بالسياره تعين انا شقه صديقي. قلت انا هم اروح قبل شنو راح ياكلني انا اكبر من عنده. قعدنا سولفنا ما ادري شنو، قال لي رددي وراي. انا يوم رددت ورايا ما عبالي يعني شيء مال ضحك، كان يقول هسه تصرتي زوجتي. قلت له شنو؟ بس انتوا وحدكم كنتوا؟ بس انا ماكو شهود؟ لا. زين. قال لي قلت له شنو زوجتك؟ انا ما اعرف هاي الشغلات، انا ما اعرف هاي الشغلات لان كنت ملتهيه بالعيشه وملتهيه باختي واخويا. بدأ يؤملها بعقد للزواج فترة طويلة وهو يستحوذ على أموالها بهذه الذريعة. قلت له زين شلون اسوي لي عقد؟ قال لي اسوي لك عقد. شو وقت؟ قال لي عند السيد. قلت له بعدين؟ قال لي بعدين اصدقه. يوميا كنت اقول له شو وقت الله يخليك الله ما يخليك. سوى لك عقد يعني؟ ما سوى عقد. قال لي محتاج 14 مليون على مطلقتي. انا كنت مسويه سلفه. طيتي وراها عندي قطعه قلاده دا اصلحها، فقال لي انا عندي صديقي هنا صايغ تعال ودي لي اياه. قال لي ها عجبتني القلاده. قلت له بس انا جاي له بس 800. شوفه مش قد كان يقول له 100 مليون و300. كتب له قلاده باسمه. قال لي باكر جيبي له البقيه. قلت له ما يخالف. وراها قال لي موبايلي انكسر ما عندي فلوس. قام شيلت له 1,300,000 واشترى موبايل. وراها قال لي سيارتي ما بيها تايراتها كلش تعبانه، هو سيارته تعبانه صحيح. قلت له ما عندي يعني منين اجيب لك؟ كان يقول لي دبري لي منها. قلت له راح ابيع محبس هونتك اياه. اعطيته 750 ما عدا بالجد، كل ما اطلع وياه افتح جزانه واطي. خسرت أموال طائلة عليه وهي الآن ملاحقة بعد أن وقعت وصلا للأمانة بقيمة كبيرة حجز منزلها على إثر هذا الوصل. قلت له عندي 4 دفاتر ونص. زين. قال لي جيبين اكو قطع اراضي زراعيه راح اروح انا اشتري. قلت له بس يعني شنو الا يشوفك الفلوس الا يشوفون الفلوس؟ قال لي ايه انت اذا ما تعرفيهم الا يشوفون الفلوس يلا يبيعون القاع. ويدور برمضان كله يدور على اساس قاع وما ادري شنو ما لقيت. بعدين وباع سيارته تعبانه. قال انا بقيت بدون سياره شلون؟ قلت له يعني شتري؟ كان يقول هاي الفلوس راح اشتري بيها سياره لكزس. قلت له شلون؟ قلت له زين وبعدين؟ قال لي بعدين والله ابيعها ونشتري قاع. قلت له يلا ما يخالف غير رجلي مأمنه بيه. شلون رجلك؟ هو اصلا ماكو اي عقد بيناتكم؟ غير على مود العقد اتوسل بيه ابو الجير تخليه الطيب بس يسوي لي العقد. قلت له حرام عليك قدام الله. المجمل ايش قد اخذ من عندك بالمجمل؟ يعني مجمل 6 دفاتر. 6 دفاتر. انا ما عندي معلومات على وصل امانه. كتب بخط ايده استلمت من فلانه 5000 دولار. بصمي وقعي كان يقول لي ما بينت البصمه وبالسياره انا مطلع وصل ثاني. لا تمتلك الآن سوى بعض الكلمات المؤثرة توجهها للجهات المعنية لإنصافها. قلت له اي واحد مسؤول، أنا مظلومة وما باخذ من عنده ولا فلس وقايمة على دعاوي وما عندي أي إمكانية بعد المحامي. ما عندي يوم يقف علي دعوة أريد ياخذ البيت من عندي فوق فلوسي اللي انطيت إياه ودي أدفع له بالتنفيذ. وين أروح أنا؟ وين أروح؟ من بغداد مصطفى لطيف، قناة الرشيد الفضائية.